هتلر كان معجب جدا بالقومية الألمانية والعرق الآري المتفوق، على عكس مثلا الجيش النمساوي المجري كان تلاقي يهود ماشي، سلاف ماشي، يعني حاجة كده من كل عرق وجنس واحد. على مستوى الثقافة كان معجب جدا بثقافة ألمانيا، فكان حاسس إن عنده انتماء أكبر ليها، وبالتالي قرر إنه ينضم للجيش الألماني، وابتدى فعلا يخدم هناك زيه زي أي جندي بسيط. بس الحرب دي ما كانتش بسيطة، دي كانت نقطة مفصلية في حياته، خصوصا بعد ما تعرض لهجوم بغاز الخردل وخلاه قاعد لفترة مؤقتة. وبعد رجوعه لقى ألمانيا متدمرة والناس في حالة فوضى تامة، وده خلق عنده إحساس قوي بالإحباط وشعور بأنهم اتعرضوا للخيانة من جوه، وشاف اليهود تحديدا أعداء ومسؤولين عن مشاكل البلد.